لو أحكي لك يا أخي اليوم عن زوجتي، إجت لعندي تبكي وعم تقولي أنت ما بتحبني وما بتهتم فيني وما بتقولي كلام حلو، كله من المسلسلات يا أخي. المسلسلات أفسدوا لنا زوجاتنا. يا أخي أنا ماني تبع حب ورومانسية وهاي الأشياء. كأنه زوجتك وزوجتي درسوا بنفس المدرسة. أنا كمان اليوم الصبح قالت لي ليش ما تقولي كلام حلو مثل ما بيقولوا بالمسلسلات. تخيلني أنا يا أخي بقولها يا أمورة، يا حبيبتي، يا أغلى ست في الدنيا. ايوه، ويؤبرني جمالك او عيونك بحر ولا شو الكلام هذا. وانا الصراحه انت تعرف ما بحب الكذب. إيه بعرف. 3 حاجات يخلوك ما تسمحش في مارغارين ديما. جانا يلا تعالي، المسلسل رح يبتدي. اليوم رح يختار إبروك مين البنت يلي رح يعيش معها. أنا بدي إياه يختار هاندا. طيب اسكتي، ابتدى المسلسل. Ya yok işte. Bir yere mi kaldırdın? السلام عليكم يا بنات. وعليكم السلام يا جدتي. وعليكم السلام يا جدتي. شو هالسلام هذا؟ حتى النظر ما نظرتوا لي. عم نشاهد المسلسل يا جدتي. هذا كله مسلسل وانتو مثل الصنم. بترجاك استني يا جدتي. ما بتستحي عم تسكتيني. جانا شو قال لها؟ يخرب بيته اختار هندا مثل ما انتي قلتي. مسكينة سناء. لا سنة ما هي حلوة، ما بتعجبني أبدا. حرام عليكي، بس سناء ما بتحب المظاهر. اوه شو هالجيل هذا، خليني روح على المطبخ أحسن، وانتو من الصبح مثل الصنم قدام التلفاز. السلام عليكم يا حماتي. وعليكم السلام يا بنتي. أحسنتي تسلم إيديكي، مو مثل بناتك الكسل قاتلهم. تسلمي يا حماتي الغالية، بس أنا عم أطبخ بكير حتى روح شاهد المسلسل. شو كمان انتي؟ شو قصة المسلسلات هاي؟ يا حماتي لازم الواحد يرفع عن نفسه شوي كمان. والمسلسلات إيش فيها ترفيه؟ فيها سوى قلة الحياء، بحبك وحبيني أستغفر الله. وإيش تسوى الحياة من دون حب يا حماتي حبيبتي؟ والله الناس ما عاد استحيت. اسمع أحمد، اليوم رح نروح لمنزلكم نشاهد المباراة. ليش مو هون؟ العائلة كلها عم تشاهد المسلسلات. مو عندكم أكثر من تلفاز؟ نجومة وجنى عندهم مسلسل في نفس الوقت مع مسلسل أمي، لهيك التلفزيونات محجوزة. وكمان إمك تجي كل يوم تشاهد مع أمي المسلسل. عن جد فظيعين. شو بيعشقوا مسلسلات وكمان يتأثروا فيهم كأنه حقيقي. لو تشوفهم وهن عم يشاهدوا المسلسل كيف؟ هديك تبكي من هون يا لطيف، والأخرى تغرد من هونيك يا لطيف. وبيفتحوا منوحة ويبلشوا يتحسروا. أيوة، لأنهم ما عندهم أزواج رومانسية مثل مهند. والله هذاك مهند رح يسبب جلطة لبابا بكثرة ما تقارن أمي مهند ببابا. لا مجال للمقارنة، الراجل شعره أصفر وعيونه زرق، وانت أبوك. أبويا شو؟ أبوك أجمل أكيد. بس أنا بقصد بتصرفاته تقارن. كيف؟ مهند عمل هيك وقال هيك، ليش أنت مو هيك؟ ويبتدي بابا يدعي عليه وعلى اليوم يلي ظهر فيها بالتلفاز. تعرف يا أخي يمكن إحنا كمان مقصرين معهم. ما فيها شي لو قلنا لهم هيك مرة بالسنة كلمة حلوة. مرة في السنة؟ كم إنك كريم يا رجل، خليها مرة بالقرن أحسن. تقوص على أخوها لديلان. شو؟ مين اللي قوص عليه؟ باران؟ مسكين قوصوه أخوها لديلان. يكبر وينسى، لا تخافي عليه. وأنا كمان والله زعلت عليه. طيب ازعلوا على السكت، خلونا نسمع. شو حماتي؟ مو قلتي إنه المسلسلات مضيعة للوقت؟ وهلأ عم تسكتينا لحتى تسمعي؟ حطيتي لي المسلسل بنص خلقتي، شو تحبيني أعمل؟ بنظر للحيطة؟ لو خلصتوا ضحك خلونا نسمع. Bu arada kızın bir ailesi varmış Bursa'da. Oraya da bir ekip yolladık. Hepsi Ceylin'in yüzünden sızlık büroya geçip geleceğim. Tamam abi. مسكين مات، والله زعلت عليه. الله أكبر، إن لله وإنا إليه راجعون. مين مات؟ كريم يا أخي، الله يرحمه. مين هاد كريم؟ أنا بعرفه؟ لا يا أخي، كريم يلي بالمسلسل، والله مسكين. والله ما في مسكين غيرك، هو اندفع له ملايين لهاي الموتة
وعم يتجول الآن سعيد بتركيا، وإنتي إشبعي عليه حزن هون. يخرب بيتك شو هبلة.